انا فكرت كتير قبل ما اعمل الفيديو ده، عشان الفيديو ده لا اما هيخلص عليا لا اما هينصفني. تعالى بسرعه نتوقع المنتخبات اللي هتتاهل من كل مجموعه في كاس العالم. المجموعه الاولى هتبقى مجموعه المفاجآت، وده ليه؟ عشان اول المجموعه دي هيبقى المنتخب الجنوب افريقي، وتاني المجموعه كوريا الجنوبيه. ولو دخلنا على المجموعه التانيه، اول المجموعه ديت لو تاهل من الملحق هيبقى المنتخب الايطالي، وتاني مجموعه للاسف هيبقى المنتخب السويسري. ولو رحنا على المجموعه الرابعه هي مرتبه نفسها بنفسها، اول برازيل تاني مغرب ومش مهم الباقي. وفي المجموعه الرابعه امريكا هتتاهل، وانا وانت عارفين ليه، وهتاخد في ايديها استراليا. اما المجموعه الخامسه فالمانيا هتتاهل وهتاخد في ايديها الاكوادور. والمجموعه اف اليابان هتتاهل اول مجموعه. تسالنيش ازاي، كان نفسي اقول لك تونس، بس للاسف المنتخب الهولندي هو اللي هيتاهل. اما عن مجموعه منتخبنا الوطني، وربنا يسامحني على اللي انا هقوله دوت، احنا وبلجيكا هنتاهل اللي بعده. والمجموعه الاصعب في البطوله كلها تاهل على راسها المنتخب الاسباني، والمفاجاه كاب فيردي هيتأهل مركز تاني. ولو على التمني اتمنى المنتخب يبقى مركز اولاني. وهنا فرنسا والنرويج لا محالة، ولو فرنسا مش موجودة كنت قلت لك النرويج اول مجموعة. والارجنتينوس سوف تتأهل من مجموعتها معها اسود الصحراء الجزائر، وبلد الكريستيانو رونالدو هتتأهل اول مجموعة ومعها كولومبيا. وهنا انجلترا وكرواتيا. انا عارف وقلت لك من الاول